بسم الله. حبايبي الغاليين، عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وهنا. طبعا دي ايه يا رشروشه؟ دي ام علي. والله بسم الله ما شاء الله. شايفين ده الحجم كبير ازاي؟ ده نص كيلو لبن، واللبن كمان بقري كان عندي في الفريزر. فقلت بقى ايه، كنت قاعده متضايقه بصراحه كده. قلت طب اقوم اعمل ايه حاجه للاولاد وافرحهم بيها. عندك بقى معلقه سمنه، حطي بسم الله. شايفه الجمال الحلوه. معلقه سمنه، معلقه زبده، زي ما يكون عندك ان شاء الله تحطي. دي كوبايه شعريه، ممكن تستخدمي اي نوع مكرونه. بس طبعا بقى اي نوع هيكون ايه لازم تضربيه في الخلاط. لكن الشعريه بتكون اسهل، لان انت مش ايه، مش هتحتاجي لها يعني خلاط ولا حاجه. تمام. شايفين بقى الجمال والحلاوه. طبعا ايه المكونات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بعد طبعا هي لسه ايه، سخنه، مش متماسكه. تمام. كل الحكايه 5 معالق نشا، شو نص كيلو لبن. تخلطوهم على بعض وتنزلي بيهم على ايه، على على الشعريه. هي اول حاجه بنزل بكوبايه ميه، واول ما تاخد معايا غلوه الشعريه انها اصلا ايه، ما بتاخدش اي حاجه. بقوم نازله بالخليط اللبن مع 5 معالق نشا، ورقه فانيليا، السكر، لو عندك معلقه زبده او سمنه على حسب رغبتك. وساعات بعملها من غير اي حاجه من دي خالص، يعني ولا سمنه ولا زبده. تمام. والف هنا وشفا.